السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان اختلاف عدد المخطوطات عند عبد المسيح بسيط. في الحقيقة إن في قس اسمه عبد المسيح بسيط أبو الخير، وهو من المدافعين عن صحة الكتاب المقدس، وهو يزعم أن الكتاب المقدس كتاب غير محرف، ويدافع باستماتة عن هذا الفكر. لكن احنا بنجد أن كتب الشخصية التي يدافع بها عن الكتاب المقدس هي نفسها قد تعرضت للتحريف، ومنه هو شخصيا. نجد هذا الكلام موجود في كتابه الوحي الإلهي واستحالة تحريف الكتاب المقدس. في صفحة 129 من الطبعة الأولى سنة 1998 يقول النص: إن عدد المخطوطات 25,000 مخطوطة. إن عدد المخطوطات 25,000 مخطوطة. لكن نجد أن عبد المسيح بسيط أبو الخير نفسه يخالف ويحرف هذا الكلام. وفي طبعة 2003 من نفس الكتاب الوحي الإلهي واستحالة تحريف الكتاب المقدس صفحة 78 يقول النص: إن عدد المخطوطات 20,000 مخطوطة فقط. 20,000 مخطوطة. يبقى في طبعة 1998 النص بيقول إن هم 25,000 مخطوطة، لكن مع تقدم الزمن سنة 2003 يقول عبد المسيح بسيط في نفس الكتاب أن عدد المخطوطات قل بمقدار 5,000 مخطوطة. يبقى هكذا نرى التحريف الذي أصاب كتب علماء المسيحية أنفسهم وهم يدافعون عن الكتاب المقدس المحرف. جزاكم الله خيرا. نستودعكم الله. نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.